السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في قناة شهوات مختارة مع وصفات سهلة وسريعة التحضير. اليوم الاقتراح ديالنا شوربة العدس الأحمر التركية، كتجي من أروع ما يكون. ديال هاد البرد كتعطي الدفء للجسم ولذيذة بزاف. ودابا اجي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. عندي هنا واحد الرابعة ديال العدس الأحمر، انا غسلته مزيان وسقطرته. عندي هنا واحد بطاطا كبيره مطيشه، نقيتها وقطعتها وخليت فيها الزريعه. كلشي الخضره قطعتها ظروفها كبار. عندي البصله، واحد البصله كبيره، واحد جوج خيزوات صغار، واحد شويه ديال الفلفله حمراء. عندي واحد الحك ديال المطيشه، نص كاس ديال الزيت مخلط، زيت العود وزيت عاديه. في العطريه عندي الملحه، البزار، بابريكا والخرقوم. خديت انا كوكوط درتها فوق النار، غندير فيها هاد الزيت اللي عندي. غندير فيه الخضره. انا الخضره قطعتها طروفه كبار لانني غادي من بعد غادي نطحن كلشي. درت البصله، غنزيد عليها هاد الخضره اللي عندي كامله. غنزيد هاد العدس اللي عندي هنا رابعه. غندير العطريه، عندي هنا الماء طيب غنروي. غندير الماء حتى نغطي به الخضره اللي عندي. غنغطي على الكوكو. غندير الصفاره وغنخليه يطيب. مرات واحد ربع ساعه غنطفي على الكوكوط، غنخليها حتى تنفس واحد شويه ونحل عليها. الخضره ديالنا هي بدات كطيب. غناخد هاد الحك ديال المطيشه، غنرجع نسد عليها واحد شويه.
غنطفي لا كوكوط ونخليها تنفس واحد شويه ونحل. الصبه ديالنا هي طابت. غنقلبها في الطنجره. غناخد الميكسور غنحاول نطحنها. طحنت الصوبه بهذا الشكل ونشوف لا تيكستور ديالها خاتره واحد شويه. انا عندي هنا دار واحد الماء شويه طيب، غنزيد غير واحد شويه على حساب نتوما كيف بغيتوها. الصوبه ديالنا كتجي بهذا الشكل. دقت الصوبه لقيتها شويه ناقصه الملح، زيد فيها شويه الملح وشويه البزار. نحركها مزيان وكنقدموها بهذا الشكل. الشوربه ديالنا هي هذه، قدمتها بهذا الشكل، قدمت معاها شويه ديال التمر. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، انا متاكده انها غتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى تدعموني باللايك وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وتكبر القناه. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير، مكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.